شوف مع بعض كده اول حاجه الكره عدت مدافع المقاولين. بعد كده مدافع المقاولين عمل ايه؟ استخدم اليد عشان يمنع لعيب النادي الاهلي ان هو يوصل للكره زي ما احنا ما شايفين مع بعض. اول حاجه هنشوفها مع بعض هنا فاول على لاعب الاهلي. هنشوف مع بعض كده هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد مع لعيب المقاولين، وهنا الحكم حسب المخالفه وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها. هنا الحكم حسب فاول على لعيب النادي الاهلي. لما نشوف مع بعض كده هتلاقي لعيب الاهلي ما عملش اي التحام مع لاعب المقاولين. هنا الاتنين لعيبه القدم بتاعتهم على الكره، يعني ما فيش اي التحام من الاتنين لعيبه. هو مجرد بس ما لعيب النادي الاهلي حط رجله على الكره واتحركت لعيب المقاولين وقع، والحكم حسب المخالفه على لعيب النادي الاهلي، وطبعا هنا قرار الحكم قرار خطأ. نروح للحاله اللي بعديها، وهنا الحكم حسب فاول على لعيب النادي الاهلي. لما نشوف مع بعض كده هتلاقي فيه التحام بالقدم من لاعب الاهلي على قدم لعيب المقاولين، وطبعا هنا الحكم حسب المخالفه وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها، وهنا الحكم حسب مخالفه على لاعب المقاولين. شوف مع بعض كده هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد في ظهر لعيب الاهلي وعامل دفعه، طبعا هنا قرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها، والحاله دي غريبه جدا. شوف مع بعض كده هتلاقي في تدخل بقوه من لاعب المقاولين على لعيب النادي الاهلي. زي ما احنا شايفين مع بعض اللاعب داخل بقوه وكمان ما لعبش الكوره. يعني لما نشوف مع بعض هنا هتلاقي لعيب المقاولين ما لعبش الكوره، يعني التدخل بالقوه ده وما لعبش الكوره وعامل التحام مع لعيب النادي الاهلي، والحكم شاف ان ده التحام طبيعي. يعني انت متخيل الالتحام والقوه دي الحكم شافها طبيعي. طب اللاعب حتى ما لعبش الكوره شافها طبيعي برضه، مع ان هو الحكم في اللعبه بعديها على طول عمل لعيب النادي الاهلي عمل التحام مع لاعب المقاولين بالطريقه ديت، ومع ان لعيب النادي الاهلي هو اللي لعب الكوره حسب فاول على لعيب النادي الاهلي. طبعا هنا قرار الحكم ان يحسب الكوره ديت فاول وما يحسبش الثانيه فاول، قرار خطأ من الحكم. نروح للحاله اللي بعديها. هنا فاول صالح لاعبي النادي الاهلي. شوف مع بعض كده هتلاقي فيه التحام بالقدم من لاعب المقاولين، وهنا الحكم حسب المخالفه قرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها. هنا كان لاعب المقاولين بيطلب بضربه جزاء. لما نشوف مع بعض كده هتلاقي مفيش اي التحام من لاعب النادي الاهلي، بالعكس لاعب المقاولين في ظهره زميله هو اللي عمل معاه التحام، وطبعا هنا قرار الحكم ان مفيش مخالفه قرار صحيح واكد عليه حكم الفار. نروح للحاله اللي بعديها. هنا فاول على لاعب المقاولين. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد مع لعيب النادي الاهلي، وهنا الحكم حسب المخالفه وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها. هنا الحكم حسب مخالفه على لعيب النادي الاهلي. لما نشوف مع بعض كده هتلاقي فيه التحام بالقدم من لاعب الاهلي على قدم المقاولين، وهنا طبعا قرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها. هنا كان لاعب الاهلي بيطلب بضربه جزاء. شوف مع بعض كده هتلاقي فيه التحام، لكن مش ده الالتحام اللي يتحسب فيه ضربه جزاء. طبعا هنا التحام طبيعي ممكن تشوفه كتف في كتف، يعني مش دي الكره اللي تتحسب ضربه جزاء، وانا مع قرار الحكم ان اللعبه ما فيهاش حاجه. نروح للحاله اللي بعديها. الحاله دي مهمه جدا برضو. هنا كان لاعب الاهلي بيطلب بضربه جزاء. شوف مع بعض كده اول حاجه الكره عدت مدافع المقاولين. بعد كده مدافع المقاولين عمل ايه؟ استخدم اليد عشان يمنع لعيب النادي الاهلي ان هو يوصل للكره زي ما احنا ما شايفين مع بعض. لعبه زي ديت يعني واضحه جدا، ممكن الحكم تعدي منه مع ان هي واضحه جدا، بس يا عم ممكن الحكم تعدي منه، لكن في وجود الفار وما يجيبش الحكم يشوف استخدام اليد بالطريقه ديت، طبعا قرار غريب جدا من حكم الفار. يعني هنا لعيب المقاولين استخدم اليد منع لعيب النادي الاهلي ان هو يلعب الكوره او يعدي ياخد الكوره، ولعيب المقاولين ما عندوش اي فرصه يلعب الكوره، فطبعا كان لازم الفار يتدخل في اللعبه ديت، لكن الفار ما اتدخلش بطريقه غريبه جدا. نروح للحاله اللي بعديها. هنا كان لاعب المقاولين بيطلب بضربه جزاء. نشوف مع بعض برضو حاجه مهمه جدا. هنا اول حاجه ما فيش التحام بالقدم. نشوف بقى لعيب النادي الاهلي وصل للكره زي ما احنا ما شايفين مع بعض. طالما اللاعب وصل للكره يبقى ما فيش ضربه جزاء، لان هو خلاص نجح ان هو يلعب الكره، فطبعا هنا قرار ان ما فيش ضربه جزاء قرار صحيح.